لا، خطه في منتهى الذكاء يا شناوي بجد. دماغ قائد وكابتن بصحيح، يعني ما ينفعش يقعد على الدكه. اصل انا في الاخر اقعد على الدكه لشوبير؟ طب وليه؟ ما انا اروح اضرب الحكم، ما توقف لي خمس ست ماتشات. هو كمان يبقى ليا عين في اخر الموسم ان انا اقعد مع الاداره واقول لهم الحكم كان وحش وظلمنا، هو ده علينا الدوري، فاحنا عايزين فلوسنا كامله. واكيد اللي مش متابع مش فاهم حاجه. حبيبي الشناوي ومحمد هاني كانوا قاعدين مع الاداره بيتكلموا ان هم لو خدوا الدوري، القرار بتاع ان 50% يتخصم و55% و25% خصم ده يتشال، واللعيبه تاخد الفلوس بتاعتها كامله. فيقوم عمك الشناوي بقى يعمل ايه؟ زي ما انت شايف كده، هو رايح يتشاكل مع الحكم كانه كان قاعد معاه في الفار، كانه شايف الكوره 100% وقاعد يتفرج عليها 20000 مره ومتاكد ان الكوره ضربه جزاء. فهو ما عرفش يوصل للحكم، فقام رايح مادد ايده زي ما انت شايف كده وقام ضربه على قفاه. طبعا بقى احنا عارفين العقوبه المفروض تطبق ايه. قبل كده شفناها مع فرجاني ساسي لما بس شال سماعه الحكم، اتوقف ساعتها حوالي 8 ماتشات واتغرم حوالي 100000 جنيه. فش ان هو كده لعبها صح كده، بقى يبقى مصطفى شوبير يلعب اساسي مستريح، وانا قعدت على الدكه بسبب الحكم الظالم الوحش ده، والجمهور اكيد معايا وفي ظهري. اصل مفيش حد عاقل فرقته هتبقى داخله على الماتشات دي كلها ويركز في الاتنين بونت اللي راحوا بس من الماتش ده، لان انا لسه عندي 5 ماتشات كلهم اهم من بعض. فالقائد والكابتن بتاع النادي الاهلي قدر ما شاء الله عليه ان هو يلبس مصطفى شوبير ان هو يقف الحارس الاساسي، ولو اتصاب هيلعب بالحارس الثالث. ما شاء الله عليك يعني شناوي، القائد زي ما قال الكتاب. طبعا انا عارف ان انت كاهلاوي معاك حق في كل اللي انت هتقوله من قبل ما تقوله، وقد ايه الحكم كان ظالم وفاسد، والشناوي كان عنده حق ان هو يضربه، ان الشناوي كمان ما ينفعش ان هو حتى يتوقف، وان الزملكاويه محروقين وما بيفهموش كوره واحنا بس اللي شايفين نظريه المؤامره. فانا ما اعرفش ليه كل ما بتكلم في الحقيقه انت بتتضايق، وكأن انت المفروض ان انت دايما تدافع عن النادي الاهلي او تدافع عن نادي الزمالك. يا عم عادي والله، الناس دي بتلعب كوره واحنا بنشجعها، مش اكتر ولا اقل. ما تضايقش نفسك يعني. سلام.